يسجل الهدف الاول من احمد الهدف الاول احمد فتحي حط الكره على اليسار لمصطفى سليمان. مصطفى يرجع للوزي عند الكوره كره اماميه عند ماهر صلاح. ماهر يلعب عرضيه عايز يكسرها مره ثانيه ولكن المره دي الدفاع عبد الله شيكو يتفوق ويرجع الكره انها توصل لاحمد فتحي. ترجع الكره كره عند ماهر مصطفى للوزي انور البرعي قائد الدفاع على اليمين. انور يلعب كوره ولكن تخبط في حكم اللقاء وهيعمل اللقاء. 1-0. مصطفى سليمان عنده الكوره حط الكوره على يسار للوزي لمصطفى انور البرعي انور للشاعر هيدي اليمين انطلق عايز يعمل انطلاق عدى بينيه حلوه جميله على الشمال ولكن الكوره تطلع الكوره بره الملعب الى رمي التماس لمصلحه التمنوك. لما نصور يلعب كوره اماميه ولكن الوحيد اللي معاك موجوده من اللوزي هي موجوده من اللوزي طلع كوره بره رمي التماس. اسلام يلعب كوره اماميه هي الكوره الى ضربه مرمى لمصلحه قرارات الاسلام. يدخل المعارضه للجوله الثانيه. الجوله الاولى خساره امام سيوه في الاسنحاب، الجوله الثانيه فوز على جروب الاتحاد الوهابي في 7-2. ترجع الكره عويس عند الكره وهدف اول لامارات عن طريق احمد فتحي براسيه. راسيه ثالثه في البطوله احمد فتحي. راسيه ثالثه في البطوله. هدف الثالث راسيه عن طريق احمد فتحي في البطوله. انور البرعي اماميه للشاعر عايز يعمل مهاره عليه عشان يلف ولكن توصل احمد فتحي ترجع تاني لانور البرعي. انور يلعب كوره اماميه عند الشاعر والمعديه مقطوعه الناحيه الثانيه لمصلحه سامح اماراتي ولكن اخذها نادي فريق امارات توصل للشاعر. الشاعر عند الكوره توصل للوزي يرجع مره ورا لمصطفى سليمان عمل مهاره مصطفى وتكليف ولكن الكوره جوه الملعب الى الاجابات لامارات والتقدم لامارات. هدف عن طريق احمد فتحي. ترجع الكوره لعويس على اليسار لمصطفى سليمان حط الكوره للوزي يرجع مره ثانيه مصطفى لعويس الحارس عند الكوره عويس طويله وعاليه موجوده والحارس يخلص ويعمل العاب الكوره ويبدا امام الملعب. انور البرعي قائد الدفاع توزع الجمهور بقى عليه. انور انطلق حاول انطلاقه انور يلعب كوره اماميه باتجاه ماهر صلاح لكن عند الكوره يرجع الحارس. مصطفى سليمان يلعب كوره محمد عنده اللوزي يرجع عند الكوره اللوزي موجود عليه واحد تمام. اللوزي حط الكوره لاحمد فتحي يلعب كوره البرعي مقطوعه من يمين التمنوك يرجع كوره تطلع كمان العزيز حتى محمد ولكن البرعي تغطيه ممتازه من انور البرعي ولكن مضغوط عليه وعرقله وضربه حره لمصلحه انور البرعي. ملعوبه على طول اللوزي عند الكوره حط الكوره للشاعر حط الكوره لمصلحه مصطفى سليمان. كوره عند الشاعر مصطفى مره ثانيه يرجع مره ثانيه للشاعر عنده الكوره محمد فريد وصال عنده الكوره اماميه اسماعيليه عبد الله شيكو على طول قائد الدفاع النهارده في التمنوك يعمل ابعاد يطلع الكوره مره ثانيه كوره عند الوزي ملعوبه امام الثلاثه من الشاعر ورا للوزي بالعرض عند انور البرعي خمسه اليمين. انور عايز يلعب كوره اماميه باتجاه مصطفى سليمان مصطفى ولا شيء طلع الكوره مره ثانيه ملعوبه مرة ثانية ماهر صلاح ترجع الكورة ماهر مضغوط عليه عطله خدها من التمنوك ولكن في عطله وضربة حرة لمصلحة من التمنوك. رشيدي على التسديد ضربة حرة عطله رشيدي على تنفيذ ضربة حرة من التمنوك من ناحية الشمال. ترجع للحارس عبد فيدو طبعا اشترك في اكثر من بطوله من الراحه. عبد فيدو حارس النهارده من التمنوك يلعب كوره اماميه توصل مره ثانيه خطيره تسديده الله عليك خطيره تسديده جميله جدا التسديده
مرة فوق العب قوية جدا عن طريق العيون، ولكن الكورة مرة بسرعة ترجع الكورة عند الحارس أميرال حويس تلعب كورة أمامية طويلة وعالية، رحلة الإبعاد موجودة يشيل قائد الدفاع في الثمانون يشيل الكورة ضربة حرة مصلحة الثمانون، ضربة حرة عبد الله شيكو تلعب كورة أمامية هي موجودة من القرعة، ولكن الكورة زي ما كانت موجودة خطيرة خطيرة لا الحارس مصطفى كان الملعب العرض قالوا الكوعي انور عدى مهاره انور عدى وشي انور تلعب كوره الشاعر نفسها الواحده عند اللوزي عند احمد فتحي عند الكوره عايز يعدي العداش صباح للمنور خد على طول سامح الماضي مطلوع عند عبد الله سيدي يرجع الخلف سيدي حارس سيدي عبده سيدي عنده عبده سيدي عايز يلعب كوره اماميه يلعب كوره ارضيه في نص الملعب كذلك عبد العزيز كوره اماميه تحدث عند نافع معديه خطيره في نص الزمالك عدى كوره معديه خطيره عيون وخطيره عايز يعدي ولكن يتفوق يعني يتفوق يعني لما نقول ورا